ألا بالك الحاجة المؤلمة أنك تسجل لنص ساعة وفي الآخر تغلط وتحذف التسجيل. هنعودوا بدور جديد. أسطورة الكالتشيو الحلقة الرابعة، قصة البرينشيبي مع إنتر ميلان. دياغو ميليتو كان أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي في موسم 2008-2009. البعض راح يقول لي زلاتان. يا صديقي، زلاتان فوق الجميع. المهم كان ثاني هدافين الدوري الإيطالي بعد إبرا ب24 هدف، وبفارق هدف واحد فقط على زلاتان. طبعا من كان يراقب الوضع؟ السحالي بالطبع. هاي تسخرة. جابه الانتر ب 28 مليون يورو، وكانت غالية في ذلك الوقت على لاعب بعمر 30 سنة. وأتى في وقت رحيل إبراهيموفيتش إلى برشلونة مع قدوم محبوب الجزائريين إلى نيراتزوري. سوق الانتر كان الأنشط في إيطاليا وفي أوروبا، وقد وقف الند للند أمام ريال مدريد، ولكن الفرق أن سوق الريال كان تاريخي، ليس بسبب هذا بل بسبب هذا. طبعا لن أتكلم كثيرا على انتر ميلان في هذا الموسم لأني عملت له فيديو قبل كده. أول مباراة في الدوري الإيطالي مع انتر ميلان كسب فيها البرينشيبي ركلة جزاء، لكن بداية ميليتو الحقيقية كانت في ديربي دي لاماندونينا اللي فاز فيه انتر برباعية بيضاء. اللي يقول لي أبو 4 ترك ناسي أبو 6. الأمير سجل هدفا من ركلة جزاء، وكانت أول أهدافه مع الإنتر ميلان، وقام بصناعة هدفين في تلك المباراة. من ثم شغل جلد على كل الأندية. نابولي خذ لك هدف، كالياري هدفين، فيورنتينا هدف، سيانا هدف. البرينشيبي كان حاسم بشكل مخيف. الأرجنتيني الوحيد الذي لا يخذلك. أودي صفي نيتك أني عليه هوايين. دياغو كان المهاجم الذي حلم به مورينيو. كان البرينشيبي فاهم وحافظ فكر مورينيو، سجل مرتدات كثيرة في ذلك الموسم. ميليتو كان لاعب سريع، قناص، مراوغ، وصانع أهداف وممرر ممتاز. لم يكن مهاجم صندوق مثل نيستلروي، وإذا كنت تبغى تلعب مهاجم ثاني يلعب لك. شكل ثنائية مع شنايدر وثلاثية مع شنايدر وإيتو، وكانت من أجمل الثنائيات والثلاثيات في ذلك الوقت. النصف الثاني من الموسم استمر بالجلد رغم انخفاض مستوى الفريق لحد ما. في درب الغضب سجل هدف جميل، ولكن بانديف حلف أنه هدفه راح يكون أجمل من تاعك. خلينا نتكلموا بصفة عامة. بعد الخسارة أمام روما، الإنتر فاز ب6 مباريات وتعادل بلقاء، وكل اللقاءات ما عدا لقاء لاتسيو اللي كان في بديل ساهم بالفوز سواء هدف أو أسيست. لكن المباراة التي لا تنسى من بين تلك المباريات ال6 كانت أمام سيانا في الجولة الأخيرة. يخسر الإنتر باي باي سكوديتو، يفوز الإنتر ألف مبروك. وطبعا ميليتو قال لهم احتفلوا من الآن. فاز الانتر بالدوري وقبلها الكأس بعدما سجل دياغو هدفا ايضا على روما في النهائي، وانتهى اللقاء 1-0. خلينا نتكلم الان على دوري ابطال اوروبا. ميليتو دخل التاريخ كأحد أوائل اللاعبين الذين سجلوا في جميع أدوار دوري أبطال أوروبا. في دور المجموعات سجل هدف أمام كييف، والذي ساهم بتأهل الفريق إلى دور 16. أمام تشيلسي سجل هدف في الدقائق الأولى في سانسيرو، ساهم في التأهل إلى ربع النهائي. أمام سيسكا موسكو سجل هدف كذلك في سانسيرو ولكن في الشوط الثاني، ساهم بالتأهل إلى الدور نصف النهائي. في النصف النهائي سجل هدفا في أحد أجمل مبارياته في مسيرته أمام برشلونة في سانسيرو، وفاز الفريق ب3 أهداف مقابل هدف. وبالمناسبة عمل أسيستين في ذلك الماتش، يعني الأهداف 3 ساهم بها هو. وفي النهائي تعرفوا شو القصة، هدفين أمام بايرن ميونخ من أجمل ما يكون. لتأكيد الكلام هو برينشيبي جول للإنتر. الدفاع والمرتدة والثاني بالبرينشيبي. كبير يا دياغو، كبير الهدافين يا أرجنتيني، سيد المهاريين يا تانجو. شيلها يا ميشيل، وصل العروسة يا بلاتيني، والعروسة هي إيطاليا. اللقب الثالث للإنتر واللقب رقم 12 في تاريخ الكالتشيو. بعد هذا الفوز الإنتر ذهب ولم يعد. عاد ميليتو بعد خيبة أمل كبيرة في كأس العالم، ودخل الموسم مع مدرب جديد. موراتي عوض المو ببينيتز. رافائيل بينيتز انتهى مع ليفربول، ليس عقده فقط بل حتى هو شخصيا بعد موسم ماضي كارثي. رافا كان كاره مورينيو لدرجة أنه في أول لقاء بين اللاعبين والمدرب دخل على ماتيراتزي اللي يعطيك أخته بس عشان مورينيو. راح رافا مزق صور مورينيو اللي كان ملصقها ماتيراتزي عنده في غرفة الملابس. هديها يا طلحة. لم يكن هناك استقرارا البتة، وهذا الذي أثر على مستوى المجموعة وخصوصا ميليتو. الصراحة ميليتو لم يتأثر إلا من شيء واحد فقط، الإصابات.
يلعب 3 مباريات تجي إصابة، يغيب، يرجع من الإصابة، يبغى يلعب، ترجع تجي إصابة جديدة. لذلك قدم أحد أسوأ مواسمه رقميا. مع الإمبراطور سجل 30 هدف في 52 مباراة، والآن سجل 8 أهداف في 34 مباراة، رقم ضعيف. المباراة الوحيدة التي تألق فيها ميليتو في ذلك الموسم كانت أمام باليرمو في نهائي الكاس، حيث سجل هدفا وفاز الإنتر بكاس إيطاليا. الإنتر احتل الوصف في الدوري، ولكن لم يكن ندا للميلان اللي فاز بسكوديتو رقم 18. ورحلة الإنتر في أوروبا انتهت بعد خسارة مذلة أمام شالكا، والحسنة الوحيدة فيها هدف ستانكوفيتش وميليتو. الموسم اللي بعده لم يكن هناك استقرار أيضا، رانييري جاء وبعدها راح. بالنسبة لميليتو قلت عليه الإصابات وعاد دييغو لمستواه نوعا ما. صحيح أنه جلس 7 مباريات تواليا بدون ولا هدف، ولكن لما رجع قدامنا. حسبي الله ونعم الوكيل. الإنتر كان ضعيف، وبدون ميليتو فهم ينافسوا على الهبوط. مثلا مباراة باليرمو إنتر، لولا ميليتو لكان خسر السحالي ب4 أهداف. وهل تعرف كم سجل ميليتو في ذلك اللقاء؟ 4. إنتر جنوا، سجل الأمير هاتريك على فريقه السابق، ولولاه لكان السحالي قد خسروا ب4. وحال حال مباراة لاتسيو وسيانا وكالياري وأودينيزي وغيرها الكثير. كان حامل الفريق على كتفه حرفيا في النصف الثاني من الموسم، وأشهر مباراة له في هذا النصف الثاني كانت أمام ميلان. وهل تعلم كم سجل هدف؟ هاتريك. طبعا لا ننسى قذيفة اللهب من دوغلاس مايكون. وانتهى الموسم وكان ثاني هدافين الدوري الإيطالي ب24 هدف خلف إبراهيموفيتش. طبعا لا تكن غبيا بمقارنة ميليتو اللي كان في فريق ينافس على مقعد أوروبي، وبين إبرا اللي كان ينافس على سكوديتو مع فريق ممتاز. رابع مواسم ميليتو نفس الموسم السابق، لا يوجد استقرار، وجيل 2010 بدأ بالتفكك. دييغو عمره 33 سنة، يعني ليس صغيرا، ولما تكون بهذا العمر لازم تتوقع أنه تجيك إصابة تقتل لك مسيرتك. للأسف هذا ما حدث. Ale nie tak dawno w przypadku jakiegoś meczu, który Barcelona. وهذه الإصابة أنهت موسمه رسميا. قد تكون هذه أحد أسباب إنهاء الإنتر للموسم في المركز التاسع. وبدأ يجوا الناس يقولوا نحن كبير ميلانو. الموسم الأخير لدييغو ميليتو لا زال متضررا من الإصابة، لدرجة أنه لما عاد من الإصابة لعب مع الفريق الثاني، ولكنه عاد مع الفريق الأول أمام ساسولو وقام بتسجيل هدفين، وكانت تلك آخر أهداف ميليتو مع السحالي. ولما عاد من الإصابة لم يلعب كثيرا، لأنه كان تحت ظل الأسطورة والملك وأفضل مهاجم الدوري الإيطالي إسحاق بالفضيل. رحل بعدها ميليتو إلى راسين كلوب فريقه السابق، وانتهت مسيرة أكثر مهاجمي كرة القدم والدوري الإيطالي ظلما، بناديه، بالجوائز، بالمنتخب وبالمدرب. كلها أمور دمرت أحد المواهب التي قد لا تجد لها كارها، ما عدا جماهير ميلان القدماء ماشي البلاستيكيين كيفي. انتهى الفيديو بنهاية حزينة. شكرا لكم على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو دير جنب اشترك في القناة وانشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.